مرحبا هانسي، مساء الخير من بارسا 1. بعد المشاعر القوية في الكأس ودوري الأبطال، تعودون إلى الدوري لمواجهة خصم مختلف تماماً عن سابقيه. فريق هبط بالفعل إلى الدرجة الثانية ولم تسر أموره بشكل جيد. ما نوع المباراة التي تتوقعها؟ وكيف تخطط لها؟ وهل تعتقد أن هذا قد يجعلهم أكثر خطورة لأن هذه أول مباراة لهم أمام جماهيرهم بعد الهبوط؟ حسناً، عملنا هو العودة للدوري. الدوري هو الأهم، لأنه عندما تفوز بهذا اللقب يكون هو اللقب الأكثر نزاهة، لأنه عليك أن تلعب طيلة الموسم بأعلى مستوى. ولهذا السبب هو مهم جدا بالنسبة لنا، ولا يهم أين سيلعبون الموسم القادم. حاليا هم في الدرجة الأولى في الدوري، ونحن نحترمهم ونركز على هذه المباراة لأن الفوز بها في غاية الأهمية. قد تخسر لقب الدوري بسبب هذه النوعية من المباريات. في الجزء الأول من الموسم عانينا كثيراً ضد لاس بالماس وضد ليغانيس، والفريق يعرف مدى أهمية هذا النوع من المباريات. رامون سالموري من إذاعة كاتالونيا: كيف تنظر إلى مباراة الغد؟ هل هو يوم مناسب لإجراء تدوير شامل وإراحة اللاعبين الذين يتحملون العبء الأكبر وهم كثر، ومنح دقائق لعب لأولئك الذين لم يشاركوا كثيراً؟ شكراً. أعتقد أن مباراة الإنتر أظهرت لنا أيضاً أن لاعبين مثل كوندي كانوا مثقلين بدنياً، وانتهى به الأمر بالإصابة. علينا أن نركز على البيانات التي لدينا وعلى رأي الطاقم الطبي، من يحتاج إلى راحة ومن يحتاج إلى تقليل عدد الدقائق. سوف نأخذ ذلك بعين الاعتبار وسنتعامل معه، لأننا نمر بأيام وأسابيع مهمة جداً من الموسم، وتحديداً في هاتين الأسبوعين القادمتين. لذلك نعم، سنجري تدويراً بالتأكيد. مرحبا هانسي، مارتا من راديو راكو. استمراراً لما سئلت عنه الآن، أنت تقر بأن هناك تدويراً، لكن هل تفكر أيضاً في إبقاء بعض اللاعبين المهمين في برشلونة ليرتاحوا؟ مثلاً إينيغو، رافينيا وجافي مهددون بالإيقاف ببطاقة صفراء واحدة، ولامين يامال يعاني من الإرهاق، وقد لاحظنا أنه شعر بانزعاجات أثناء الإحماء قبل المباراة. هل من الممكن أن يبقى بعض اللاعبين في برشلونة ولا يسافروا إلى بلد الوليد؟ لا، جميع من يمكنهم اللعب سيسافرون معنا. أعتقد أن هذا مهم أيضاً، فالجميع يحتاج إلى طاقة إيجابية من الجميع، واليوم رأيت تلك الطاقة التي نحتاجها في التدريب، وقد رأيتها واضحة من أجل مباراة الغد. مرحباً هانسي، لورا بروبيس مباشرة على الهواء لصالح سبورت كلوب. في اليوم الآخر قلت إنك قد تفكر في تغيير الحارس في الدوري ليشارك تير شتيغن ضد بلد الوليد. هل سيكون تير شتيغن هو الحارس الأساسي؟ نعم، بالتأكيد، سيعود غداً. إذن يمكننا إنهاء المؤتمر الصحفي هنا. لقد ذكرنا أهم شيء كنتم ترغبون بمعرفته. شكراً جزيلاً. أعتقد أنه لا يوجد شيء آخر. مرحباً، جينسو سانتيبالي مباشرة سانتيبالي من كاتالونيا سير. في اليوم الآخر شاهدنا أداءً رائعاً من لامين يامال. احتفل بمباراته رقم 100 بطريقة مذهلة على أرضية الملعب. نال إشادات من ريو فرديناند وغوارديولا الذين قالوا إنه لاعب مختار. كيف يتعامل النادي مع لاعب بعمر 17 عاماً يتلقى مثل هذه الإشادات؟ وماذا تفعلون للحفاظ عليه متواضعاً ومتوازناً؟ أعتقد أنه يعرف ما أريده منه. عندما تكون قادراً على اللعب بهذا المستوى، عليك أن تكون قادراً على تكرار الأداء. الأمر لا يتعلق بمباراة واحدة فقط، وهذا ما أريده منه أيضاً. جميع اللاعبين لديهم إمكانيات للتحسن باستمرار، وهذا ينطبق عليه أيضاً، وهو ما يحتاجه. ليس فقط الموهبة والعبقرية التي يمتلكها، بل أيضاً الجهد والعمل. عندما تريد أن تصل إلى هذا المستوى، إلى مستوى رونالدو وميسي وكبار اللاعبين في الماضي، يجب أن تتحلى بالهدوء وتنظر إلى ما سيحدث. لكننا سعداء جداً لأنه يلعب معنا ولأنه وصل إلى هذا المستوى في الوقت الحالي بعمر 17 سنة فقط. هذا أمر مذهل، لكن بالطبع نحن نعلم أنه يجب عليه العمل والعمل بجد ليحافظ على هذا المستوى، وربما يتحسن أكثر فأكثر، وهو أيضاً يريد ذلك. لذا الأمر لا يتوقف هنا. مرحباً أيها المدرب، طابت مساءك. جيرمان غارسيا من الإذاعة الوطنية. أن تلعب ضد فريق هبط إلى الدرجة الثانية، هل تفكر أيضاً في التوتر النفسي الذي قد يشعرون به؟
مدربهم تحدث هذا الصباح بنبرة منخفضة وقال إنهم يمرون بوقت عصيب. فهل تعتقد أن هبوطهم يجعلهم أكثر خطورة؟ بمعنى أنهم يشعرون أنهم خسروا كل شيء وقد يدخلون المباراة دون ضغط وكأن ليس لديهم ما يخسرونه؟ أنا دائما أفكر فيما سأقوله لو كنت مدرب الفريق الخصم. بالنسبة لهم من الرائع أن يلعبوا الآن ضد ريال مدريد أو برشلونة أو أتلتيكو مدريد أو أتلتيك بلباو، لأن الجميع لديه فرصة لإثبات قيمته ولإظهار مدى جودته، وسيفعلون ذلك. بالنسبة لي الأهم هو كيف نبدأ هذه المباراة. يجب أن نظهر غدا نفس العقلية والروح التي أظهرناها يوم الأربعاء الماضي. لم نرى اليوم أليخاندرو بالدي ولا روبرت ليفاندوفسكي. لا أعلم، بناء على ما يقوله الطاقم الفني والأطباء، هل يمكن أن يكونا جاهزين ليوم الثلاثاء؟ هل من الممكن أن يشاركا في المباراة سواء الظهير الأيسر أو المهاجم؟ شكراً. علينا أن ننتظر يوماً بعد يوم. هما في طريقهما للتعافي، ولكن كما قلت علينا الانتظار، وهذا أمر طبيعي. بلدي شارك في التمرين الدائري اليوم، لكنه ما زال يعمل ويتدرب. لكنني لا أقول إنه يتقدم على الآخرين، لأن روبرت أيضاً يقوم بعمل جيد مثل بالدي. علينا أن نراقب الوضع، ولكن في الوقت الحالي لا يمكننا المخاطرة، لأننا ربما سنحتاجهما لاحقاً في الأسابيع الأخيرة، وهذا أمر مهم أيضاً. مرحباً سيد المدرب، طابت مساءك. ألفريدو مارتينيز من إذاعة أوندا سيرو. الجميع تقريباً يتفق على أن فريقكم هو الأفضل هجومياً في أوروبا، وأنه يمتلك أفضل الأرقام التهديفية، ولكن في المقابل ربما استقبلتم عدداً كبيراً من الأهداف. هل ترى أن المشكلة في الجانب الدفاعي وأن هناك مجالاً كبيراً للتحسن، أم أنك ترى أن المسألة مرتبطة بالتوازن العام للفريق؟ لا، من الواضح أننا يمكن أن نتحسن سواء في الهجوم أو في الدفاع. الكثير من الناس يقولون إن طريقة لعبنا فيها مخاطرة، وقد قرأت ذلك بالفعل في العناوين الصحفية في ألمانيا، لكن في النهاية هذه هي الحقيقة. إذا نظرت إلى الفرق الكبرى الأخرى وعدد الأهداف التي استقبلوها، أعتقد أن ريال مدريد أيضاً في الدوري. لا أعرف الرقم بالضبط، لكن لا يوجد فرق كبير في عدد الأهداف المستقبلة، ولكن نحن سجلنا الكثير من الأهداف، وهذا أمر طبيعي. وهكذا نريد أن نلعب كرة القدم، وهذه هي العقلية التي نمتلكها. بالطبع يتغير الكثير أحياناً، قد يبدو الأمر مخاطرة، لكنني أحب ذلك. أحب طريقتنا في اللعب، وأحب كيف نؤمن بأسلوبنا وبالطريقة التي نريد أن نؤدي بها، وهذا شيء رائع. في النهاية تنظر دائما إلى خط الدفاع الأربعة، لكن كل شيء يبدأ عندما تمتلك الكرة. يبدأ من الحارس، تبني اللاعب من هناك، وفي النهاية قد يسجل المهاجم الهدف، لكن الجميع يشارك في العملية. وفي الدفاع نفس الشيء، يبدأ من المهاجم رقم 9 أو 7 أو 11، ويستمر حتى الحارس الذي قد يتصدى للكرة بفضل العمل الجماعي للفريق بأكمله. هكذا نريد أن نلعب جميعاً كفريق، متماسكين ومنظمين بشكل جيد، وهذا ما يجب أن نقوم به، وهو ما أريد أن أراه في فريقي. هنا توني خوان مارتي من صحيفة سبورت. هانسي، أردت أن أسألك، رغم أنك لن تخبرنا بالطبع، هل قررت بالفعل التشكيلة الأساسية التي ستواجه بها الإنتر؟ وهل ما سيحدث غداً في مباراة بلد الوليد قد يؤثر في قرارك، خاصة في مراكز الأظهرة؟ هل ما سيحدث قد يغير رأيك، أم أنك قد قررت بالفعل من سيلعب يوم الأربعاء؟ قد يتغير الأمر كثيراً، قد يتغير كثيراً غداً. أعتقد أنه كمدرب يجب أن تأخذ في الاعتبار المباريات الأخرى القادمة أيضاً، لكن في النهاية كما أقول دائماً، أنا أعيش في الحاضر لا في الماضي ولا في المستقبل. لذا علينا أن نلعب مباراة الغد ونفوز بها، وبالطبع إذا حدث شيء استثنائي فقد يؤثر على المباراة التالية. هذا ممكن، لكن لا أعلم في الوقت الحالي، ولم أقرر التشكيلة الكاملة بعد. ربما لدي 8 أو 9 لاعبين تم تحديدهم، لكن الأمور قد تتغير. ما الذي يمكن فعله لتقليل عدد الأهداف التي نستقبلها من الكرات الثابتة في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم؟ هل المشكلة تتعلق بالتركيز أم بالطول؟ يمكننا الدفاع بشكل أفضل بالتأكيد. الأمر لا يتعلق فقط بالطول، بل بكيفية التغطية وكيفية التعامل مع مواقف 1 ضد 1.
المسؤولية جزء من ذلك أيضاً. وبالتأكيد في الكرات الثابتة مثل ما حدث أمام الإنتر، أعتقد أن بايرن أيضاً تلقى هدفين في ميلانو. لديهم لاعبون طوال القامة ويتميزون بحركة جيدة في هذه المواقف. من المهم جداً أيضاً كيف ينفذون الركنيات، فهم من بين الأفضل في هذا الجانب. لذلك نعم، يجب أن ندافع بشكل أفضل، يجب أن ندافع في مواقف 1 ضد 1. كل لاعب يجب أن يتحمل مسؤولية مراقبة خصمه، وعلينا أن نحسن ذلك. أود أن أطرح سؤالاً إضافياً. بما أنك تحدثت عن تير شتيغن، أود أن أعرف هل مشاركته كأساسي غداً تعد بمثابة مكافأة له، أم أنك تفكر في الاعتماد عليه حتى نهاية الموسم؟ ما هي خطتك أو فكرتك في هذا الصدد؟ لا، أعتقد أنه من الجيد لحارس المرمى أيضاً أن يحصل على بعض الراحة، ألا يشارك في كل الدقائق ليستعيد طاقته بشكل أفضل. وبالطبع مارك يقدم أداءً رائعاً في التدريبات، لذلك ليست لدي أي نية أخرى حالياً. في هذا المستوى يمكنه اللعب، ولا أفكر حالياً في تغيير أي شيء فيما يتعلق بنهاية الموسم، بل فقط في مباراة الغد ضد بلد الوليد التي ستكون من نصيب مارك، وبعدها سنرى ما سيحدث. لكن في الوقت الحالي لا أفكر في إجراء أي تغييرات، رغم أن الأمور قد تتغير، لا أحد يعلم. هكذا تسير الأمور. بعد مباراة الإنتر، سايمون إيساغ سأل في مقابلة: هل عاد ليفاندوفسكي؟ أو هل سأل هو عن العودة؟ بدا وكأنهم كانوا يخشونه. ما ردك على هذا؟ كما قلت من قبل، من الممكن أن يعود. روبرت يتعافى بشكل جيد جدا، بل أفضل مما كنا نتوقع، لكن علينا الانتظار. لا تزال أمامه بعض الأيام. أعتقد أننا جميعا نعلم أنه محترف جدا في هذا الجانب، يبذل جهدا كبيرا ويتدرب بجد من أجل التحسن، وربما تتاح له الفرصة للعودة يوم الثلاثاء. شكرا، طابت مساءكم. لا تنسوا وضع إعجاب للفيديو والاشتراك ليصلكم كل جديد.